طريق المغرب موريتانيا تقترب من الاكتمال، مشروع استراتيجي يعيد رسم خريطة التجارة نحو إفريقيا. تظهر المعطيات الميدانية أن مشروع الطريق العابرة للحدود بين المغرب وموريتانيا بلغ مرحلة متقدمة تناهز 95% من الأشغال، مع توقع استكماله في أفق شهر شتنبر المقبل، بالتوازي مع إحداث معبر حدودي ثان. ويأتي هذا الورش في سياق الرؤية الأطلسية التي أطلقها محمد السادس، والتي تسعى إلى توجيه العمق الاستراتيجي للمملكة نحو إفريقيا وتعزيز ارتباطها بأسواقها الصاعدة. ولا ينظر إلى هذا المشروع على أنه مجرد طريق جديدة، بل باعتباره خطوة عملية لإعادة رسم مسارات التدفق التجاري واللوجستي جنوباً. فاعتماد محور عبور إضافي سيسهم في تخفيف الضغط عن معبر الكركرات الذي ظل لسنوات الشريان البري الرئيسي للتجارة مع العمق الإفريقي. ومع وجود معبر ثان، ستصبح حركة الشاحن